هما اللي بيخلقوا الدجال ويصنعوه بإرادتهم، زي ما صنعوا من الحجر تمثال وعبدوه. صباح الفل أو مساء الفل عليكم حسب الوقت اللي حضرتك تسمعوني فيه، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مسرح الأساطير والأفلام. النهاردة معانا حلقة مختلفة شوية عشان مش هنتكلم عن عمل معين، ولكن بحب أنا ولكن دي في كل الحلقات ودايما هتلاقوها معايا. بحسها عارفين كده يعني جو أستاذ الفاضل، وبحب أنا قوي أحمد يونس، عارف اللي هو ولكن هتحصل بعدين مصيبة هتلاقي صرخة داخلة، ولكن مش عندنا في البرنامج، لا. ولكن هنتكلم النهاردة عن القصة أو القصص. لو جينا نفكر في أي موضوع اتكلمنا عنه هنلاقيه بشكل أو آخر عبارة عن قصة، ولكن كل قصة منهم واخدة شكل معين وقالب معين، ولكن المحتوى واحد وهو السرد. في حد يا جماعة عايز يحكي قصة سواء عشان يوصل عبرة وفي مغزى ورا كلامه، أو بين الخبر أو يوصل معلومة. المهم خلينا نبدأ نتكلم عن ما هي القصة أو القصص. أحد التعريفات عرفها كالآتي: القصة هي سرد واقعي أو خيالي لأفعال قد تكون نثرا أو شعرا، ويقصد بها إثارة الاهتمام أو الإمتاع أو تثقيف السامعين أو القراء. عجبنا أنا أوي التعريف ده، عشان كده حبيت أحطه بالذات في جزء السامعين زي حضراتكم كده وانتوا بتسمعوني وأنا بصدقكم بالقصة اللي بقعد أحكيها. أما القصص هو بيكون مرتبط بالدين شوية، عشان هو رواية الخبر، يعني الإخبار بقضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. أحس إن أنا مدرس عربي أو أنا بقول الكلام ده وبحاول أقول لكم الشرح أو التعريف، بس يعني ما علينا، إحنا هنركز على جزء القصة في حلقة النهاردة. ولو جينا نشوف هنلاقي يا جماعة إن حياتنا عبارة عن قصص من وإحنا أطفال، وإحنا بنحاول نقنع أهلنا إننا تعبانين وبنقعد نألف أعراض مش موجودة، وأهلنا هم كمان كانوا بيحكوا لنا قصص ما تتصدقش. أو رجل مسلوخة، يعني على رأي أستاذ أحمد أمين، ليه في واحد رجله مسلوخة يعني اللي حصل له عشان رجله تتسلخ؟ أو من الغولة، يعني ليه أم أو الحاجة اللي إحنا كلنا كأطفال ننشأ عارفين إن الأم دي كائن حنون وكل حاجة، ليه أربطها بالغول اللي هو وحش مخيف أو حاجة هكذا يعني. وزي ما بقول كده يعني إزاي هم تحولوا لهذه الكائنات المرعبة، أو إيه الخلفية الحياتية الخاصة بيهم يعني، وليه هيدوروا علينا عشان أي سبب تافه زي إن إحنا ما غسلناش سنانا أو ما عملناش واجب مدرسة يعني. بعيدا والله انت فاهم الاسباب، بس هو هيعرف منين موجود يعني. بس لما نيجي نقيم هتلاقي ان في واحد جاب الفكره دي واخترع حاجه بتخوف وعمل لها باك ستوري، يعني عمل له دوافع وقال لك ان مثلا ان امون الغوله دي هتيجي تخطفك ولا هتيجي تاذيك لو انت ما سمعتش كلام ابوك وامك. الراجل عمل باك ستوري وعمل احداث وعمل ان هو حصل لها حاجه زي كده بسبب كده بقت كده، فاهمني؟ وزي ما بقول لكم هو عامل دوافع ان الشخص ده يجي يدور عليك كطفل، يعني مش عارف ليه هيسيب البلد كلها والافعال اللي بيفعلوها ويجي يدور علينا احنا كاطفال. يعني انا عارف الموضوع ممكن يكون مضحك شويه وانا بقوله، ولكن اللي عمل الحاجه دي شخص مبدع بجد بعيد عن التهريج. وده اللي انا خلاني افكر في حلقه النهارده. احنا طول حياتنا عايشين في قصص احنا بنخلقها وبنألفها، حتى حياتنا دي هي قصه. المهم بنكبر شويه ونبدا نألف قصص على المدرسين. الكلب كان له واجب، والله عملتها مستر بسيط الكشكول، وغيرها من القصص المفبركه اللي ما حصلتش، ولكن احنا كنا بنستخدمها عشان نطلع من موقف صعب. وده اللي خلينا افكر ان الناس وانا اولكم طبعا بيحبوا القصص والحكايات عامه، مش نوع معين او فئه معينه او تصنيف معين. والفكره دي انا استلمتها من فيلم بابلون اللي لسه كان قريب في السينما من حوالي سنه وشويه. كان في مشهد رائع بين شخصيه نيلي اللي نفسها تكون ممثله وماني اللي كان شغال مساعد في احد بيوت المنتجين وكان نفسه برضه يشتغل في عالم السينما. يتكلموا عن ان ازاي هما الاتنين نفسهم يشتغلوا في عالم السينما، عشان هو عالم جوه عالم، ناس بتموت، ناس بتحارب، وناس بتحب، ولكن كل ده مش حقيقي. كل ده بعد نهاية الفيلم ميبقاش حقيقي، واول ما يخرجوا من اللوكيشن خلاص بيرجعوا لعالمهم التاني عادي. ولكن بسبب العالم اللي هم خلقوه ده او القصة اللي هم حكوها، في ناس تانية بتنسى همومها ويخلوهم لمدة قصيرة يبعدوا عن العالم الحقيقي بتاعهم كمشاهدين وينسوا الحاجات اللي مضايقاهم. ولكن طبع البرنامج وطبعا الشخصي شفت الموضوع بشكل مختلف، وهو ان الحكاية او القصة بمختلف اشكالها هي اللي بتخلينا نتقبل حاجات كتير في حياتنا ونقتنع بافكار كتيرة مش سهل نقتنع بيها. خلينا نبدأ بأول حاجة وهي الأساطير. الأسطورة بتحكي حاجات كتيرة خيالية، ولكن
كانت طريقة استخدمها الناس زمان لتدوين حكاياتهم ومعتقداتهم الشخصية، وضافوا طبعا فيها عوامل خيالية وقدرات خارقة وصراعات عشان يخلوا القارئ أو اللي هيعرف تاريخهم بعد كده مقتنع، وما خلوه يحس إن في عالم أكبر من عالمه وأكبر من مشاكله التافهة بتاعت اليومين دول. على سبيل المثال اليونان والرومان لما فكروا في وجود آلهة خلقوا ليهم قصة وحكاية وصراع عشان يقتنعوا هم شخصيا بيهم، وهم اخترعوها كده من وحي حياتهم المليئة بالصراعات والنزوات، ولكن ببعض الإضافات اللي ممكن تناسب إله مثلا. ومش بس اقتصر الموضوع على الآلهة، ولكن الأساطير كانت طريقة لتبرير أشياء كتيرة، يعني زي خلق الكون، الأموات بيروحوا فين، الإنسان اكتشف النار إزاي، مين بيحكم الكون، وغيرها من أفكار ممكن تراودنا جميعا في أي مرحلة من مراحل حياتنا. فالحل بالنسبة لنا أو من وجهة نظري كان خلق أسطورة من أقاويل الناس واقتراعاتهم. وده بيفكرني بجملة جميل قوي من فيلم عظيم نفسي أعمل حلقة عنه، هو فيلم البيضة والحجر، لما كان بيقول الناس في حاجة ليقين، لحقيقة واحدة تكون ثابتة، ده اللي بيخليهم يؤمنوا بحجاب وتعويذة ودرويش أهبل يضحك عليهم. الضعف ما بيفرقش بين جاهل ومتعلم، هما اللي بيخلقوا الدجال ويصنعوه بإرادتهم، زي ما صنعوا من الحجر تمثال وعبدوه. كتابة العبقري طبعا أستاذ محمود أبو زيد، وتمثيل العظيم أحمد زكي رحمة الله عليهم. ولكن خلينا ما نبعدش، وطبعا معرفش هتتفاجئوا ولا لأ، تاني حاجة عايز أتكلم عليها من أنواع القصص هي المسرح. أيوة، من اسم البرنامج. المسرح يا جماعة هو تصوير مصغر الحياة بحكاياتها وقصص الحياة اللي بتحصل لنا وأحداثنا اليومية. المسرح وصفه شكسبير وقال: ما الدنيا إلا مسرح كبير. وكتاب كتيرة كانوا دايما يربطوا المسرح بالحياة، بالذات إنك بتأدي القصة لايف قدام الناس. الكلمة اللي هتطلع منك غلط مفيش رجوع فيها، خلاص الناس سمعتها. ومن مميزات التأدية قدام الجمهور لايف إنك ممكن تكسر الحاجز اللي بينك وبينه وتخليه جزء من حكايتك. وأبسط مثال كان الفنان الجميل ربنا يديله الصحة يا رب عادل إمام، اللي كان معروف بتفاعله مع الجمهور في مسرحياته، دايما يخرج بره النص ويتفاعل مع الجمهور. انا هديكوا الليله دي ما وراش اي حاجه، حضراتكم وراكوا حاجه الليله دي؟ ويخليهم جزء من الحكاية اللي هو بيحكيها، حتى لو هم حافظينها وعارفينها ومتفرجين عليها قبل كده، بس بقى نفسهم يبقوا جزء من القصة دي. احنا عارفين انهم مش ممثلين، الأستاذ عادل والكاست اللي معاه هم الممثلين، ولكن هم نفسهم يكونوا جزء من الحكاية دي. والمسرح طبعا مش مسرحيات بس ولا تمثيل بس، ولكن كان فيه باليه وما زال فيه باليه وأوبرا ومسرح العرايس، وكل نوع منهم يخاطب جمهور معين وبرضه بيحكي قصة وليها مغزى ومعنى. طبعا زي ما كنا عارفين الأوبرا إن هي نوع من الغنى، وبيكون برضه في قصة، في حكاية تتحكي في الأغنية اللي بيحكوها. وبرضه في مسرح العرايس لما البطل أو العروسة الفلانية بتقول لها أنت رحت فين، ولكن هو بيخاطب الأطفال مثلا وشاف عرايس اللي هو بيلعب بيها بتتكلم. ونفس الكلام في الباليه، حد بيرقص على إيقاع ما والمزيكا نفسها بتحكي أو بترتبط بالرقص اللي بترقص، فتوصل لك معنى معين أو شعور ما معين. والآن ننتقل للأعز والألذ والأمز، وهو السينما، الاختراع الحديث بالنسبة لباقي الأنواع اللي ذكرناها. ولكن هذا الاختراع يا جماعة قدر يسحر ملايين من الناس، أولهم العبد لله، بالذات لأن في السينما أنت تقدر تخلق مشاهد معقدة أكتر بكتير من المسرح بسبب التكنولوجيا، زي مثلا النقلات بين المشاهد، المؤثرات البصرية، وغيرها كتير من الأساليب اللي خلت السينما محبوبة من ناس كتير. ولكن نرجع تاني لنفس النقطة، وهي القصة. بدون قصة التكنولوجيا والمؤثرات دي ملهاش لازمة. ولكن يا جماعة حلاوة القصة في السينما إن الوقت قل، وكمان أنت في حاجات كتيرة بتتحكي بدون كلام، ولكن أنت بتشوف المشهد وتحس بالحالة، تقدر تتخيل نفسك مكان الممثل اللي بيعبر عن آلامك وحزنك. يعني متخيلين يا جماعة أنت بتشوف بطل مثلا فقد حبيبته، أو حبيبته فكست له، سوري في اللفظ، وشافت حد تاني، فأنت بتحس إن حد بيحكي مأساتك، أنت شايفها هو مش شايفك. يعني ممكن في المسرح كمان أنت لو تأثرت أو كده في جمهور شايفك أو في الممثلين ممكن شايفينك، ولكن الفيلم يفضل معاك ومحدش شايفك وانت تتفرج عليه، مثلا ممكن تقدر تتفرج عليه لوحدك وحاجه متسجله اوريدي قبل كده مش لايف قدامك، ولكن يا اخي سبحان الله موقف او حاجه تلاقيها بنفس اللحظات لك بالاحداث بالظبط. انا بالنسبه لي بحسها ان حد بيطبطب عليك او بيواسيك. فكره انك برضه تحكي حاجه بالصور دي قمه الابداع بالنسبه لي، ان انت من غير اي كلام زي المسرح مثلا. مثلا جه في بالي دلوقتي وانا بسجل فيلم 500 Days of Summer، لما هو كان في مشهد قاعد يتفرج على الغروب مثلا، او ان
يسلم على واحدة في مقابلة شغل، تقول له أنا اسمي كذا، وينتر تقريبا أو أوتم، بس ما اتكلمش كتير، ضحك. أنت تفهم بقى من الصورة، وهو قاعد متضايق في الجنينة وبيبص بيفتكر المشهد اللي هو كان فيه. أنت بتشوف المشهد، بتتفرج على حاجة يوصل لك شعور معين من غير ما الراجل يفتح بقه خالص. وكمان برضو إن أي حد فينا بيتفرج على نفس الحاجة ممكن يشوفها بأي شكل مختلف، يعني المشهد ممكن يتناسب مع كل واحد قصته إيه أو بيشعر بيها حاليا. بس وده بالنسبة لي أنا هو عظمة كتابة القصص أو التأليف بشكل عام، لأن أنا بالنسبة لي مثلا لما جيت عرفت على الأساطير أو سمعت عنها وأنا طفل أو أنا يعني كبير شوية، اللي هو قعدت أفكر الناس دي فكرت في إيه؟ يعني مين يتخيل إن في إله بيحكم آلهة؟ طب وكان في فوقيهم آلهة تانية بتخانق معاهم وهنفوهم وممكن يطلعوا في أي وقت. يعني أنا عن نفسي فكرت إن ده صنع بشر أو إن ده تفكير بشر، ولكن في قمة في الإبداع إن هو يعمل حاجة زي كده. وبرضه يعني ممكن تكون حاجة أوت في كونتكست شوية، ولكن أنا برضه من ضمن الحاجات اللي بحبها جدا هو طريقة قصصية برضه ولكن تجارية، وهي الإعلانات. واللي متابعني من زمان عارف إن أنا نفسي أشتغل في الإعلانات وبحبها جدا. ولكن برضه مثلا هو الإعلان بيحكي لك قصة أو يوريك مشهد معين بسبب تروح تشتري حاجة. متخيلين يا جماعة قوة القصة أو قوة إن حد يحط لك موقف بس سكتش مثلا 30 ثانية أو دقيقة مثلا يخليك تضحك أو يخليك تقتنع ده أنا محتاج المنتج ده في حياتي يعني. بس ومش هيصعب عليكم يعني أكتر من كده. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. يا ريت تقولوا لي في الكومنتس، يا ريت تقولوا لي نتكلم عن الحلقات الجاية. وكالعادة أنا كنت معاكم عمر الدش من مصر على الأسطورة والأفلام. سلام.